الإمام أبو حامد الغزالي قال كالكبريت الأحمر، قال فعلى الناس في آخر الزمان أن يسيروا إلى الله بالاستغفار والصلاة على النبي. وذا قال العلماء الصلاة على رسول الله شيخ من لا شيخ له. بعض الناس عنده ظروف مالية صعبة، كيف إنسان معاه الأذكار ووضعه تعبان؟ كيف إنسان عنده ورد سيدنا علي أنه من حافظ بعد كل صلاة 7 مرات اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، وبعد الجمعة 70، وبعضهم بطرز عليها الإخلاص 100 والصلاة على النبي 170. هذا اللي يواظب عليه جيبته ما بتفضى، إذا عليه دين أسابيع وتقضى، حق يقين. أين أنتم عن الاستغفار؟ كل من تراه في هذا الوجود أكلت رزق، ما في رزاق إلا الله. الاستغفار كله طيب، لكن في السحر في آيات قرآنية في فضائل، وبالأسحار هم المستغفرين بالأسحار، في عطاء خاص للمستغفر في السحر. قال من داوم على 10,000 مرة ودار عليه حول سنة كاملة، إيش بده من الله بصير. صلاة التسابيح، شو صلاة التسابيح؟ نستدفع الشدائد بالتسابيح، نستجلب الأرزاق بالتسابيح. قال له يا عم، حديث العباس، وفي رواية حديث جعفر، ألا أدلك ألا أحبوك ألا، إيش هي بالأخير؟ يغفر لك الذنب أوله وآخره، ظاهره وباطنه، قديمه وجديده، علانيته وسره. شو هي صلاة الاستغفار؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سورة الواقعة من واظب عليها حفظ من مسغبة الفقر. صلاة الضحى من واظب عليها كان الرزق مش يمشي إليه، يهرول إليه هرولة. اللي بيقرأ الصمدية كل يوم 134 مرة، اللي بواظب على آيات اللطيف. مداخل الأرزاق، حسبنا الله. واحد والله صاحب صيدلية قال 70 مرة في اليوم يقرأ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال إني بصرت أفتح صيدليتي 24 ساعة ما ملحق على النبي. طيب يا مولانا بكم أبدأ؟ 12,000 ثقيلة علي. ابدأ 1000 الصبح 1000 المساء، باخذوا منك 10 دقائق الصبح 10 دقائق المساء. شوف إذا 3-4 أيام وظل الهم اللي في خاطرك راجعني. مر عليك شهرين وباب مغلق راجعني. اتأخرت عليك مطالب وانت على هذا الحال، كيف يرسل السماء عليكم